أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة ومميزة من برنامج المسائية في بداية أسبوع إن شاء الله برضو يكون مميز وفيه أخبار بتسعدكم ويكون كمان فيه إنجازات. للعنوان حلقتنا توثيقيات المسائية، أدب السيرة الذاتية المسموع، وحنتناول سيرة الأديبة شامة مرغني الفائزة بجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي في عام 2008 كأول امرأة تفوز بجائزة الطيب صالح. يسعدنا ويشرفنا انه نرحب بالاستاذه شامه مرغني عبد الكريم الروائيه والقاصه. اهلا ومرحبا بك استاذه شامه. أهلا بك ومرحبا، وأرحب أنا بالمشاهدين الكرام والقائمين على أمر هذه القناة الذين جعلوا هذا اللقاء ممكنا. ونحن سعيدين جدا بحضورك لليله، تشرفتينا جدا جدا استاذه شامه. الله يخليك ويديك العافية. في بداية اللقاء نعم. أحب أهنئ زملائي المعلمين والمعلمات بمناسبة بداية العام الدراسي الدراسي الجديد. الجديد، نعم. وبرسل لهم هذه الرسالة: الجرس يرن، أعقد العزم لا تهن، لا تبالي للنواقص، لا تبالي للعدم، علم الطفل حرفا يرسمه مجدا في جدار الزمن. الجرس يرن، أنت لا تحترف العطاء، لا حمدا، أنت تحترف العطاء لا حمدا تريد ولا ثمن. الجرس يرن، دع القيل للقؤول، أنت لا تقرع الطبول، بل تصنع العقول وتشحذ الهمم. الجرس يرن، أيها المعلم المهاب، يا من أفنى زهرة الشباب، يفتح للعقول بابا إثر باب، أنت مكرم وبك كرمت القيم. الجرس يرن، يا معلم لا تهن، إن الفجر يطلب مهرا، فمن غيرك يدفع الثمن. يا سلام يا سلام استاذه شامه، وطبعا ما غريب عليك الابداع دائما زي ما عودتينا استاذه شامه. نحن بنرحب لك مره ثالثه في برنامجنا، ونحن نطلع التقرير للحلقه ونرجع لاستكمال محاورنا. مشاهدينا نطلع التقرير ونرجع لكم، خليكم معنا. تعد مشاركة المرأة السودانية في الثقافة والأدب قديمة تعود إلى مطلع القرن العشرين في شكلها الحديث الذي يمثل الرواية والقصة والشعر، غير أنها أقدم من ذلك بكثير إذا نظرنا إلى الحجم الكبير للأشعار والحكايات الشعبية التي تسمى أحيانا أدبا قوميا في السودان. ويمكن أن تذكر عشرات الأدبيات السودانيات من مختلف القبائل والمناطق، وتعد السيدة الروائية شامة مرغني إحدى الأديبات التي برعن في كتابة الرواية، فقد فازت بجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي التي ينظمها مركز عبد الكريم مرغني، ولها مجلس أمناء من كبار المحكمين من الأدباء وكتاب القصة والرواية في السودان. أصدرت شامة مرغني 3 روايات: زمن الموانع ويوزيف ملاح البنات، الحائزة على الجائزة في العام 2008 كأول امرأة تفوز بجائزة الطيب صالح، ورواية حجر الدم والملاك الضرير، والعديد من المخطوطات الأدبية. وشامة مرغني روائية ومبدعة أرادت أن تنسج لحظات من عمر الزمان بطريقتها الخاصة وعبر حروفها الآسرة الثرية بالإبداع تأخذنا الكاتبة دائما إلى عوالم ساحرة. وضعها القدر حينما انتمت للكتابة الأدبية وانحازت لها وللحياة بكل ألقها، تصحو وتخلد للنوم على الحكايات التي تشكل رحابة حياة ضاجة بالإبداع. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مره ثانيه، وشكر في التقرير اعداد هويدا توم والصوت احمد سالم، وبالعوده لضيفتنا الاديبه والقاصه استاذه شامه. اهلا ومرحبا بك.
يعني أستاذة شامة واحدة من أبرز الكاتبات السودانيات في الساحة، نحن حابين أنه في البداية نتكلم عن المولد والنشأة. آه ولدت بين مدينتين، ولدت ونشأت بين مدينتين. ولدت في ناوى، قرية صغيرة شرق الجولد، يمكن الجولد معروفة أكثر منها، في الإقليم الشمالي. نعم. وأنا صغيرة سافروا بي القاهرة، فنشأت في القاهرة. ويعني كانت فترة الطفولة في القاهرة. في القاهرة، وكنا بنجي إجازات طبعا، العمات والخالات والحبوبات والحنية، يعني الواحد كان بيتنقل من جو لجو، من دهشة لدهشة. صحيح. طيب يعني يعني انتقلتي، كنت موجودة في القاهرة ورجعت السودان في عمر كم؟ آه لا، نحن كنا بنمشي ونجي يعني لحد ما عمري بقى 6 سنوات. كانوا يعني الأسرة كانت بتتنقلي. بتمشي للسودان، وأبوي كان شغال في القاهرة. نعم. فكنا بنمشي إجازات، يعني كنا بنتردد على السودان كثير. جميل جدا. هاي. طيب خلينا أستاذة شامة ننتقل لحكايات ومحطات. خلينا نتكلم عن طفولة أستاذة شامة، خلينا نتكلم عن ذكريات الطفولة. والله الذكريات، طبعا كنا بنجي من القاهرة، والاستقبال الحافل والأطفال المختلفين اللي بيمشوا الزراعة وبيرعوا الغنم وكده. فكنت يعني بصير إنه أنا أمشي معاهم وأنا جاية من القاهرة. لاحظي، فبصير إنه يكون عندي غنماية زيهم، يا سلام. وإني أعمل الحاجات اللي بيعملوها في البلد. في البلد كل التفاصيل كل المربوطة. التفاصيل عشتها. فكنت يعني طفلة كمان محبوبة، لأنه ما قاعدة معاهم مهم. في الإجازات. في الإجازات. لكن أغلب يعني أكثر الذكريات، هل هي مربوطة بالبلد ولا مربوطة بالقاهرة؟ والله بالبلد، مم. بالبلد فعلا. أكثر شيء بيناوى. جميل. طب هل كان في يعني هوايات مرتبطة بالطفولة أستاذة شامة أو آه مواهب؟ لا والله ما كان في حاجة واضحة، ما كانت في حاجة. أنا كنت طفلة عادية، لكن يعني يمكن كنت طفلة زايدة الحركة ممكن، لكن كنت طفلة عادية. هو يعني هو فعلا بيقولوا إنه كثرة الحركة عند الأطفال بتدل على الإبداع. احتمال. صحيح. طيب يعني في مرحلة الطفولة كانت الطفولة بين السودان والقاهرة، وأغلب الذكريات هي مربوطة دائما بالنسبة لك بالبلد. أيوه. جميل جدا. طيب يعني هل كان في الطفولة دي، يعني في مرحلة الطفولة بكون دائما في شغف يعني متعلق بهواية معينة؟ والله القراية، امم. قراية كنت بقرا كثير يعني. ما قراية مركزة، لكن لقيت مجلة الصبيان بكون فرحت جدا، وجيت قعدت أقرا فيها حواء. تحب الاكتشاف والمعلومة الجديدة. آي. وأي كتاب بلقاه، وما كانت الحاجات متاحة كثيرة بالنسبة امم. لي كطفلة، لكن يعني أي حاجة ألقاها كنت بلتهمها، يعني بقراها ما بخليها. حلو جدا. طيب استاذ شباب، خلينا يعني ننتقل طيب لمحور الدراسة. كلمينا عن حياتك الدراسية. والله حأقول لك شنو. أنا طبعا والدي دخلني المدرسة ويتوفى، له الرحمة والمغفرة. الله يرحمه ويغفر له. وكان عندي عمي هو الرباني السلفي، ما بيؤمن بتعليم البنات. نعم. فطلعني من المدرسة في سن صغيرة وزوجوني يعني. مم. فحتى أنا عندي حاجة كاتباها في المرحلة دي، لما طلعوني من المدرسة، يمكن أقول لكم. أيوة، ما يا ريت حتبقى لو نستمع. روايات، ما حتبقى روايات، حتبقى شعر. نعم، يا أنا ما ريت لو بصنف نستمع. نفسي شاعرة، لكن يعني ده تواضع منك أستاذة شامة. طب نستمع. ترى ترى ما لي اكتئب كذي علة، وما بي علة أدريها، غير نار في الفؤاد تؤججها الذكرى،
وبماء الصبر أطفيها، وحسرة في الليل أفترشها، وفي النهار أطويها، وتهتف بي رفيقات شاما، فأمرح معهن كأني لست شاما التي أدريها، شاما التي تجمل نهارها وتبكي لياليها، حتى نعمة العلم حرموني منها، لأفكار تعمي لابسيها، وكل ما عبست لي الحياة قلت لا تضحك الدنيا لباكيها. يا سلام، يعني ممكن تكون أنت عبرتي بهذه القصيدة عن مرحلة الدراسة بالنسبة أيوة لأستاذة أيوة شعوة. أيوة جميل جدا. يعني أستاذة شامة، أنت علمتي نفسك بنفسك، أنت كنت حريصة جدا على تعليم نفسك، وأفتكر إنه ده هو كان شغفك. أيوة. فعلا أنا يعني يمكن لحد أولى وسطى اللي هي يمكن ما يعادل خامس هسي كنت منتظمة في الدراسة. بعد ذاك كله من البيت، ما شاء الله. كله من البيت. بمشي نهاية المرحلة بمتحن، بنجح بمشي بجيب كتب المرحلة الثانية، لأنه أنا متزوجة وعندي أطفال ما ما عندي شاء الله، طريقة. ما شاء الله. فوصلت لحد ما دخلت معهد المعلمين في ملكال، بس يا دي الفترة سلام، اللي درستها نظاميا. يا سلام. بعد ذاك حتى الجامعة كلها بالمراسلة، نعم، كلها تعليم ذاتي. كله تعليم ذاتي. أيوة. نعم، جميل جدا. طيب يعني خلينا ننتقل، يعني احنا تكلمنا عن الدراسة. في بعد مرحلة الدراسة هي بتجي محطة الشباب، اللي هو بتتغير، ممكن تكون الشخصية وبتتغير الاهتمامات بالنسبة ل يعني بالنسبة لك يا أستاذة سامة في مرحلة الشباب، هل تغيرت اهتماماتك؟ لا، وأصلا أنا في مرحلة كاملة يمكن مفروطة من عمري. ما أنا اكتشفت نفسي إنه أنا متزوجة وعندي أطفال يعني. يلا وخلاص مشيت في الدرب اللي رسموه لي ده، مشيت فيه وطوالي ثاني ما توقف. نعم، يعني اتفاجأتي بالواقع. أيوة. جميل جدا. فكانت هواياتك واهتماماتك خلينا نقول يعني مقتصرة على البيت وعلى التربية. أيوة، وأي ضغوط نفسية بقوم بكتبها زي ما. بتفضفضي عنها بالكتابة. أيوة، بفضفض بالكتابة كنت. يعني طب هل في الفترة دي كان في مثلا شخصيات معينة أثرت فيك أنت شخصيا أستاذة شامة؟ والله ما أقدر أقول لك يعني. أو ما دعمتك؟ أنا في دوامة. دعمني زوجي ودعمني عندي جدي اسمه محمد أحمد الأمين الله يرحمه، الله وعندي يرحمه. عمي اسمه محمد صالح الله يرحمهم جميعا. ديل وقفوا معايا. أنا في فترة كده كان بتجيني حالة بتاعت إنه أنا قبلوني في كورسي الثانوية العليا. ما طبعا أنا عندي أطفال. نعم. بقعد أبكي أقول لهم أنا بمشي. يقول لي بناتك ديل تخلونا تمشي كيف؟ اقول لهم تمسكوني انتوا. فبيقوموا بيتدخلوا بيحنسوني. اتذكر مره لما قبلوني في الثانوي اصريت انه امشي كوستي، ولحظه انا في ملكال وعندي طفلتين. نعم. فقاموا مشوا عملوا لي نظام في مدرسه الاولاد، وزي الحرشوا المدرسين. فاخذت لي كرسي قدام في فصل سنه اولى، وراي كله اولاد. يلا وبعدين بيجي واساتذه يقولوا لي اقري صوتي ما بيطلع، ما قادرة قومي اكتبي في السبوره ارجف. فكان 5 يوم ولا 4 يوم ما عارفه، صعبة. وطوالي غادرت قلت له لا ما دايره. طيب. فبعد ذاك في الاتحادات المعلمين الدراسه بالمساء يعني امشي يوم 10 ما امشي، لكن باخذ كتبي وبقعد اقرا. يعني انا عندي هوايه القرايه اصلا. وكان عندي رغبه انه انا اتعلم. فحقيقي يعني الانسان لو عنده رغبه في شيء بيصل. صحيح. لو عندك هدف بتحققه. يا سلام. طيب استاذ جامع، هاي يعني مواضيع المطالعه اللي قد تكون يعني راسخه في ذاكرتك الى الان؟ ما بعرف. في ثالثه، في الفتره ديك، في ثالثه اوليه ولا في شنو، كان في حاجه اسمها عبد القادر
وزجاجة السمن. إنه عبد القادر ده عنده قزازة بتاع السمن وخدتها وقاعد في السوق منتظر إنه الناس يشتروا منه، فسرح بيحلم إنه يجي زول يشتري منه السمن ده ويمشي يشتري غنم ويبيع الغنم ويشتري بقرة والبقرة تولد وما عارف يعمل ويتزوج. ولما يجيب أطفال لو ولده ما سمح كلامه يضربه كده بالعصاية ايوه فبيضرب القزازة بتاعت السمن بتتدفق. فدي حاجة كانت من الحاجات الراسخة لي يعني. صحيح، واكيد اثرت فيكي والى ما حتكون يعني انت متذكراها الى الان استاذه شامه. جميل جدا. طيب يعني في فتره النضج وملامح الشخصيه، يعني لما اتكونت في مرحله النضج، كيف اتكونت شخصيتك انت واستاذه شامه؟ يعني هل شفتي نفسك ربة منزل ام سيده اعمال ام اديبه؟ لا ربة منزل. في المقام الاول. أديبة دي مؤخرا. انت عارفة انا يعني اكتشفت انه انا عندي رسالة ولازم اكتب في 2008 نعم. بعد ما زوجت لي ولدي. سبحان الله. نفس السنه اللي فكنت اخذتي فيها الجائزه. نفس السنة اللي اخذت فيها الجائزة، وده اول عمل كتبته مطبوع. وقدمته بالصدفة وفزت فيه. ما شاء الله. يعني بالصدفة لقيت نفسي روائية. طب ممكن يعني نتكلم عن الصدفة دي شوية أستاذة شامة؟ نعم. نعم. حقيقة أنا أصلا بكتب قصص قصيرة، يعني عندي هسي مجموعة قصصية كاملة يعني، لكن لسه ما طبعتها. نعم. فأصلا بكتب يعني بكتب قصص، بكتب شعر تقدر تسميه شعر، لكن أنا ما بدعي إني شاعرة أبدا. نعم أستاذة شامة. يعني كان جابوا جهاز كمبيوتر في بيتنا، جابوا ولدي. نعم. فيه لعبة كده، فبقيت أنا بلعب معاهم اللعبة دي. قال لي يا ولدي، قال لي يا أمي أنت بتحرك الماوس كويس، يعني أنت ممكن تكتبي. فبديت أحاول أكتب. لما لقيت نفسي بكتب بديت خلاص بكتب قصة. يا سلام. أنت عارفة زمن الموانع دي بدت قصة قصيرة، لكن بقيت كل ما أجي أقعد فيها تظهر لي شخوص أقوم أكتبها. بقيت ماشية فيها لحد ما وصلت أكثر من 100 صفحة. فهم بيجوا يعني بيجي كل أسبوع أصحابه وكده بيقعدوا بيفتحوا الجهاز وبيقروا يقولوا لي والله ده يعني كلام جميل، دي تصلح رواية ودي ما عارف شنو دخليها. نعم. فعندنا قريبتنا كان جات، أنا كنت في جدة. نعم. فجوا لي مؤتمر كده وجوا عندنا في البيت، فلقوني بطلع فيها بعمل لها في برينت اوت، بيجوا يشيلوا ويقروا. قام قال لي والله ده كلام جميل، انت ليه ما تخشي في مسابقه وما اعرف شنو كده، يعني يشجعوني. انا عندي الكلام ده كلام فاضي يعني. نعم. مسابقه شنو كمان اللي بخش فيها انا يعني. لكن يعني استاذه شامه، استاذه يعني هويدا توم كانت بتتكلم قبل الحلقه، كان بتقول لي انه انت عندك قصاصات، يعني انت بتكتبي من التسعينات وهي من اول القارئين كانت في جده لقصاصاتك. ايوه انا ما قلت لك بكتب قصص قصيره وشعر، لكن ما عباره عن تنفيس، يعني ما مصنفه نفسي انه انا مثلا، انا عارفه انه انا بكتب كويس، لكن ما بمستوى انه انا افوز بجائزه. نعم. فلما اصروا ودخلوا الروايه دخلوا المسابقه، ما كان يعني ما كنت مستحضره كده انه يعني حتى يعني ما كان عندي امل. نعم. او ما اخذت انه انا حافوز. نعم. المهم الحوا علي نادية السلمابي وفاطمه خليل، وودوني لحد مركز عبد الكريم مرغني، ومشيت سلمت العمل وجيت سافرت في نفس اليوم. جيت جدة وخلاص يعني الحاجة دي اتمحت نهائي من ذاكرتي، وما يعني ما عشت امل انه انا افوز انه كده. فتفاجأت لما اتصلوا بي وقالوا لي انت فزتي بالجائزة وكده. تفاجأت والله، ما مصدقة اصلا، وحتى ما استوعبت انه جائزة شنو، يعني انا فزت فيها جائزة. انا قدمت في شنو يا ربي؟ نسيتي اصلا. نسيت اصلا الموضوع. فاصروا انه اجي يعني
اتصلوا بي الليلة وقالوا لي بعد بكرة الساعة 11 تكوني في المركز عشان حنعلن الفائزين. يا يلا أنا سلام. في جدة. فقمت قلت له أنا ما حقدر أجي لأنه أنا برا السودان. قال لي عندك زول تعملي لي توكيل؟ قلت له أي بنتي. فجيت قال لي ما تكلمي زول لأنه نحن الخبر بنعلنه في مؤتمر صحفي. نعم. جيت كلمت أبوهن قلت له أبو دايرك تعمل لي توكيل لنهى عشان تمشي تستلم جاي. قال لي جايزة شنو؟ قلت له والله ما عارفة، يمكن الرواية حقتي فازت ولا شنو، أنا ما عارفة. المهم اتصلوا وقالوا كده، وقال لي يوم بكرة الواحد ده يعني أنا أقدر أعمل لك فرصتك. فيه نعم. توكيل ويمشي. قلت له هاي أنت بس أعمله كده، بنحاول إن شاء الله نمشي المطار ندي لي زول. فقام كلم بنته الكبيرة هنا في الرياض، نوال البنت الكبيرة. ما شاء الله. قال لها أمك دي قالت كده. قالت لي يا أبوي أمي دي حاجاتنا نحن كلها عملتها وقفت فيها، نحن ما نقيف معاها يعني. أمي تمشي. يا سلام. كيف تمشي؟ قالت له أنت بس أعمل لها الخروج أنا برتب لها. عندها صحبات اتصلت من هنا ومن هنا. الصباح دقت لي قالت لي أمي أمشي مركز النخيل شيلي التذكرة. يا سلام. وبابا عمل لك الحجز خلاص، الليلة سافري الساعة 5 وانا يا دوب قايمه من النوم بقشقش في عيوني، وكنا سهرانين وما عارف شنو، كان عندنا ضيوف. قلت لها معقول انا ما بقدر والله. قالت لي امي والله بتقدري بس اجهزي. دايره تعملي شنو؟ مشيت شلت التذكره ومشيت باب شريف، دايره اشيل لي حاجات للسودان، اشتريت لي شنطه. صحيح. وانا في المحل دقت لي وحده قالت لي انا راويه انا قدام بابكم افتحوا لي. قلت لها انا في السوق راوي انا ما عرفتك. قالت لي مرسلاني سهير، قالت لي لازم تمشي تحنني شامه هسي. يا سلام. يا اخي قلت لها انا والله بعد ذاك احتجت بنت الناس دي قدام الباب، ركبت ليموزين وجيت طوالي البيت. فيتلموا فيني هاي وتتحنني وليه ما تتحنني يا جماعه، ده كلام فاضي، خلوني عليكم الله كده، خلوني بس انا الم حاجاتي، نحن بنلمها. انت عارفه لما جات الساعه 5 انا بس لبست عبايتي على ملابسي قاعده بيها في البيت وشنطتي، طلعت المطار. يا سلام. بس يعني نعم. ايوه. فخلاص في يعني. المواقف اللي زي دي دائما بيظهروا الناس الداعمين لك، الناس اللي جنبك، اللي ايوه بيقفوا ايوه جنبك. الجيران الصحبات. صحيح. طيب يعني نحن بنتكلم عن أستاذة شامة الروائية والقاصة. هل في يعني مواقف قد تكون مثلا ساهمت في تشكيل الشخصية المبدعة دي أستاذة شامة؟ في مواقف معينة ممكن تكون غيرت في شخصيتك مثلا؟ والله يمكن اخيرا بعد ما فزت بقيت اهتمي انه انا اقعد اكتب، انه يعني خلاص دخلت في شخصية الرواية وحسيت انه انا مسؤولة. نعم. بالذات أستاذة شامة لأنه تزوجتي في عمر بدري، ف يعني الحديث عن شامة وأستاذة شامة في الزواج ورفقة العمر أفتكر إنه بيطول الكلام في الحتة دي. صح. فخلينا طيب نتكلم عن الزواج ورفقة العمر، ونتكلم عن مرحلة الأمومة. مرحلة الأمومة طبعا أنا رفضت أرضع طفلتي الأولى، كنت بخاف منها، ما لأنه أنا ما كنت، لا لأنه أنا ما شلت طفل، وما يعني ما كنت زي جديدة عليك أو مستغرب؟ حاجة جديدة علي، طفل صغير بيجيبوه خدته لي قدامي بيعمل حركات كده وشنو، كنت تزوجتي في عمر كم أستاذة شامة؟ حوالي 13 يمكن 14 طفلة دي. فيعني الناس اللي حواليني شوية شوية شجعوني، فبعد ذاك اتعودت طبعا وخلاص بقيت أم حقيقية. من مرة دسوها مني، دسوا بنتي مني وقالوا لي ممكن يكون أكل المرفعين، نحن كنا في الجنوب. فقربت أجن. سبحان الله. فمن اللحظة دي كان أي طفل عندي ما بنوم إلا لصق سريره مع سريري.
عشان تحسي بالامان من كتر احس خوفك على. ايوه اطمئن. فيعني حاجات كثيره بالمناسبه، يعني مرحله بتاعت حياه يعني فيها اشياء كثيره واشياء صحيح، غريبه. بالذات استاذه شامه اول مولود. ايوه، اول مولود. اول مولود لما تكوني براكي وبتكوني ما مستعده، يعني ما في اعداد مثلا، ما في زول جهزك نفسيا انك انت حتكوني ام ولا. المهم انت زوجتي، وانا تزوجت ومشيت ملكال. مهم. فلا معاي ام ولا معاي اخت ولا معاي زول، يعني بس مع زوجي وخلاص، والحياه ماشيه عادي. طيب يعني بعد كده كيف مشت الحياه الزوجيه، وكيف بتشوفي نفسك انت كأم ومربيه بعد اول مولود؟ كيف قدرتي كنت تواكبي الحياه دي؟ لا لا، يعني ما خلاص الواحد ما بينضج شويه شويه وبالتجربه. فانا كان اهتمامي ما كان انه اجيب اطفال وانه اطفال وشنو. انا كان اهتمامي كله في القرايه. مهم. يعني كان معايا اخوي الله يرحمه توفى، كان قبل مني، انا كنت قبل منه بسنتين، وجا معاي ونحن في ملكال لاحظين ونحن في الجنوب. نعم. فانا وهو في الاول انا كنت براجع له وهو كان بيستفيد مني. بعد شوية لما هو مشى تانية متوسطة بقيت أنا محتاجة إنه أعرف يساعد. منه. نعم. فكانت الاهتمامات كده، يعني ما كان في تركيز على أمومة وإنه زوجة وما أعرف شنو ده. ما كان يعني. بعد ذاك الحاجات دي جات مع الوقت. جات مع الوقت. جات مع الوقت. بعد ذاك حسيت إنه أنا أم وإنه أنا عندي أطفال وإنه أنا، يعني أنا حتى في مرحلة من المراحل اولادي دول كنت بسوقهم بمرق بهم، الناس بيكونوا قايلين انهم اخواني يعني، وانا كنت بتعامل معاهم زي كانهم اخواني، كأنهم بلمهم اخوانك. حواليني وبقعد العب معاهم، بجيب لهم اللعب وبلعب انا معاهم. لانه انت ذاتك لسه استاذه شامه كان لسه جواك انت ذاتك طفله. ويمكن لحد هسي. ويمكن لحد هسه فعلا. يعني الحديث عن الابناء والتربيه استاذه شامه بالذات، لانه زي ما انت ذكرتي يعني تجربتك فريده، انت جربتي انت من الاول، حتى في التعليم علمتي نفسك بنفسك. ولو جينا لمرحله التربيه والابناء برضو، يعني تجربه اول مولود بالنسبه لك هي اللي ممكن تكون شكلت كثير من شخصيه استاذه شامه. ممكن. نعم. ممكن. ما بقت في مسؤوليه، في يعني بقت في حاجات دايره اهتمام مختلفة، متطلبات مختلفة. مختلفة. هاي متطلبات مختلفة، غير انك تقعدي تقري وتجيبي مجلات او الهموم تذاكر بقت أكبر. الامومة بقت لكن والله امومة بدون وعي. نعم. ما كنت واعية. حتى امي الله يرحمها كان بتقول لي يا الرحمة يعني والمغفرة. انت، تقول لي يا نوال اللي هملتيها هي نفعتك اكثر من اولادك اللي بقيتي تريديهم وبقيتي تعرف ليهم. لانه انها هي صغيره ما كنت، يعني فعلا ما كنت بعرف لها كثير. لأنه يعني أول مولود. كأول مولود هاي. ما هو دائما يعني، حتى انت لو كنت في ال20 ولا في ال30 اول طفل ده صحيح. بيكون تجربتك الاولى. صحيح. فما بال لما تكوني انت اقل من 20. بالتأكيد طبعا. هاي. جميل أستاذة شامة، خلينا ننتقل طيب لمدن قد تكون محفورة في ذاكرة أستاذة شامة. ملكال. يا سلام. انا جنوبيه الهوى. يا سلام. ملكال مدينه جميله، وانا يعني عشت فيها اجمل سنين. مدينه ثانيه جده. يا سلام. جده مدينه ما بنساها. فحتى انا هسه لما جايين هنا، انا جايه زياره طبعا. لما جيت هنا يعني ودخلت المطار، يعني انا بحب، يعني حاسه انه دايره عنق البلد دي كلها، يا الله. دايره امسكها كده. يعني اجمل سنيني عشتها هنا في السعوديه. ويعني انا عشت فيها يمكن 27 سنه. يا فده سلام. عمر كامل يعني. صحيح. هاي. طيب لو تكلمنا أكثر عن خلينا ناخذ جدة ونتكلم عن الجيران وتفاصيل الحياة في جدة. جيران.
أنا طبعا يعني ما عارفة، بتكون عندي يمكن روح مختلفة ولا شنو. يعني أول ما جيت جدة لقيت جيراني الناس في ناس جايين عمرة أولادهم قاعدين في البيوت ما بيقدروا يدخلون المدارس لأنهم ما نظاميين. بتلقي في ناس ما أعرف جابوهم من السودان ما جابوا لهم شهادات تحويل، في ناس جابوهم من السودان ما جابوا لهم شهادات ميلاد، دول كلهم مثلوا قدامي فاقد تربوي. فبدأت بدرسهم في البيت. يا سلام. دخلت أنا تحفيظ القرآن، سكت معي مجموعة من الأطفال دخلتها تحفيظ القرآن. فيعني هسه ديل مجموعة ما شاء الله، في منهم اللي تخرج دكتور، في منهم المهندس، في منهم المحاسب، في يعني طبعا عدلت لهم بعد ذاك الوضع. نعم. جيبوا شهادات الميلاد، وبقيت أنا بجري مع أهلهم جيبوا التحويل من السودان. صادف مرة أنا سافرت مخصوص عشان أوثق أوراق بتاعت أولاد وبنات جيراننا في السفارة السعودية عشان يجوا يخشوا نظاميين في المدارس. هنا ممكن تكون ظهرت بشخصية أستاذة شامة الشخصية القيادية كمعلمة. نعم كمعلمة. نحن حنجي للمحور ده حنتكلم فيه في التفصيل، لكن خلينا نرجع شوية للمدن والذاكرة المربوطة بالمدن، وخلينا نتكلم عن ذكريات ملكال. ذكريات ملكال جيت أنا طبعا في سن صغيرة، ويعني سكنت مع الناس والله يحتووني، يعني سيدات كريمات زوجات لزملاء زوجي احتووني كأني بنتهم. يا سلام. فيعني عشت برضو أيام جميلة والله ملكال ما بتتنسي. طب خلينا نتكلم عن الحياة الاجتماعية في ملكال. نحن حنتكلم عن ملكال وحنتكلم عن جدة. خلينا نتكلم عن الحياة الاجتماعية، كيف كان الوضع في الزمن ذاك؟ كيف كانت أجواء المدينة؟ والله ما عارفة، احنا كنا ساكنين في حي يعني سودان مصغر، ما كانت في قبلية ولا كنا بنعرف ده من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال ولا من الجنوب. نحن جيران متكاتفين مع بعض، الرجال بيطلعوا بياكلوا تحت الشجرة مع بعض، نحن كنسوان بنتلمى في بيت النفساء في بيت العروس في كده. فكانت الحياة الاجتماعية في الحي ذاته حياة ناس كأنهم أسرة واحدة. بالإضافة لكده كان عندي عمي في حتة اسمها الجلابة بزوجته وأولاده، وعندي جدي محمد أحمد ده كان في الري المصري، في جماعة قرايبنا كانوا في حتة اسمها الملكية. بنقوم كل أسبوع الإجازات هناك الأحد، فكل أحد بنطلع بنمشي لقرايبنا ديل. مثلا احنا مشينا لون الأحد ده هم بيجونا الأحد الجاي، يعني بنتلمى كل أسبوع في واحد من البيوت. فده كان شكل التعامل وشكل الترابط. كنتوا مترابطين جدا؟ كنا مترابطين جدا، كانت الحياة جميلة والله. طب كيف عن الأحوال الاقتصادية ورغد الحياة؟ الحياة كانت رغيدة جدا طبعا، ما كان في مشاكل. ملكال انت يعني في الزمن ده انا هسي ما بعرفها يعني، لكن في الزمن ده كنت بتجي ماشية في الشارع أشجار فواكه. يا سلام. أشجار الفواكه انت ماشية تقع قدامك مانجا، قدامك جوافة، بالناس يعني ما كان في صعوبة بالنسبة لنا نحن كشماليين مثلا أو كناس نخبة موظفين وكده. يعني 100 الحاجات رخيصة. 100 جنيه مثلا ممكن تجيب شنو كان في قفة الخضار؟ 100 جنيه دي كانت يمكن راتب 3 شهور ولا 4 شهور بالنسبة لموظف. يا سلام. أيوة، يعني كان الخروف بتشتري ب 50 قرش. سنة كم؟ الكلام ده السبعينات 80. يا سلام.
بالنسبة للجنوبيين، الجنوبيين حياتهم بسيطة جدا طبعا. الواحد قطيته هنا وحوالينا زارع عيش، بيمشي يصطاد سمك من البحر، بيجيوا بيعملوه يعني ما عندهم حاجة بيشتروها من برا، أبغار وأغنام وحاجات. لكن جا طبعا ده في المدن، التمرد كان في الأطراف. نعم. احنا كنا في مدينة ملكال. نعم. كم كان عندك عدد من الأطفال؟ كان عندي طفلين. فيعني أنا ولدت 4 أطفال ولدتهم في الجنوب. ما شاء الله. ولكن في الآخر طبعا كان الحريب والحياة بقت ما يعني الواحد ما الناس ما قادرة تستقر. طيب يعني هل في مثلا حكايات أو مواقف ممكن تكون أثرت فيكي في الفترة ديك من عمرك؟ مواقف ممكن تكون سعيدة أو ممكن تكون حزينة. والله هو بس كان الحنين، الواحد يعني بتجي تكوني متضايقة 200 تجي الإجازة عشان تمشي أهلي كانوا في تزور الخرطوم. الأهل. 200 أمشي الخرطوم. بتجي من هناك باكية، بعد ذاك بتمارسي حياتك عادي تاني، بعد تتأقلمي. بعد فترة بتقومي تشتاقي، والحياة كانت عادية، يعني حياة عادية جدا. لحد ما انتقلتي إلى الحياة العملية. نحن حنرجع نتكلم عن شخصيتك القيادية في المدارس أستاذة شاو. والله أنا ما أعتقد إنه أنا كنت شخصية قيادية بمعنى إنه هنا، لكن أنا كان عندي عطاء. يعني أنا يعني دائما يعني ما عارفة الحاجة دي أسميها لك شنو. ما مسألة إنه أنا قيادية، لكن أنا يمكن عندي روح المبادرة في التصحيح أي حاجة غلط، أي صحيح. حاجة ممكن تتعمل كده بكون واقفة فيها. والحاجة دي يعني ظهرت في شخصيتك بصورة واضحة جدا، حبك من أيام للعطاء ما كنت والمبادرة. من أيام ما كنت في المعهد. فأي مناسبة بقوم أكتب لي فيها قصيدة ممكن كده يعني يعني ده اللي بخلينا بنتكلم عن نمشي طوالي لمحور الحياة الثقافية، ونتكلم عن الأديبة شامة المرغني، ونتكلم بصفة عامة عن الأديبة شامة المرغني، ونتكلم كمان عن الأجناس الكتابية اللي كتبتيها غير الرواية. كتبت القصة، كتبت الشعر، كتبت المقالة، اتنقلت في كل الأجناس الأدبية. صحيح. طب لو تطرقنا تكلمنا عن رواياتك والثلاثة ومناسبات أو اختيارك لعناوين الروايات. اختيار والله هي ما مسألة بتاعت إلهام يعني. نعم. يعني مثلا أنا كتبت زمن الموانع وجوزيف ملاح البنات. كتبتها في الأول كنت سماها جوزيف وأخواته يعني، ولقيت إنه ما سلس يعني، ما يتناسب. فزمن الموانع جاتني من إنه ما يعني ممنوع كان إنه شمالي يتزوج جنوبية، صحيح. جنوبية مثلا الجنوبي يتزوج شمالية، الحاجات الهسي الحمد لله بدأت تتلاشى دي فعلا. فبعد ذاك جوزيف ملح البنات، انه الرجل ده ما كان عنده، ابو جوزيف ده ما كان عنده غير بنات يعني. وجاب الولد ده من زوج له جنوبيه وانجب منها جوزيف ده وسماه جوزيف، وقال عشان ينادي في الشمال يوسف وفي الجنوب جوزيف. نعم. من هنا استوحيتي. من هنا استوحيت الاسم. نعم، جميل جدا. نحن الآن أستاذة شامة نطلع فيديو ونرجع نشوف تعليقك عليه، ونطلع الفيديو.
السيدات والسادة عضوات وأعضاء وزائرين صفحة مجموعة أرشيف الغناء السوداني بالفيسبوك، ومن خلال صفحة المجموعة بالفيسبوك وفي سعينا الحثيث نحو التوسيع لكافة مناحي وأنواع الثقافة السودانية والمشاهد الثقافية، نلتقي وإياكم اليوم مع الأستاذة الروائية السيدة شامة ميرغاني عبد الكريم، وهي معلمة وروائية فازت روايتها زمن الموانئ عام 2008 بجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي، التي رعاها سنويا مركز عبد الكريم ميرغاني الثقافي، وقام بطباعة النسخة الأولى دار الغاوون ببيروت، ثم أصدرت روايتها الثانية حجر الدم عام 2015 ميلادية عن دار أوراق، وعقبتها روايتها الملاك الضرير عام 2016 عن دار أوراق أيضا. نتحدث اليوم في توثيق جديد عن الفنان القامة محمد عثمان وردي وإسهاماته الخيرية والثقافية في الساحة الفنية والثقافية السودانية، مع ذكر مساهماته في تأسيس مدرسة الكلاك وصنقعة الابتدائية. يا سلام، يعني على الفيديو هذا الفيديو الجميل، تعليقك عليه أستاذة شامة؟ حسن الاستماع والمتابعة. والله انتم من وين لقيتوا الفيديو ده؟ نعم، الفيديو ده، وطبعا يعني شكر اكيد للاعداد القائم على حلقه اليوم، ولكن استاذه شامه يعني من المعروف عنك، وافتكر انه كثير من المواد موجوده على الانترنت، انت شخصيه ما هي استاذه شامه، فتعليقك على هذا الفيديو. الفنان محمد وردي عملاق الفن السوداني، كان ساكن جنبنا، ما ساكن جنبنا حقيقة، احنا كنا في الوحدة وهو كان ساكن في تقريبا القطية. أنا ما كنت عارفة الحقيقة دي، لكن طبعا زي ما هسه موجود في الفيديو ده، الكلاكلة كانت منطقة هجرة، وأنا جيت من الجنوب وجيت لقيت يعني مدارس مكتظة، ما في أصلا ما في مدارس حكومية، كان في مدرستين، واحدة للبنين وواحدة للبنات، وفي مدرسة جديدة بيبنوا فيها مختلطة بنين وبنات. كل المدارس بالنسبة لي ما كانت قريبة. نعم. يعني لكن كنت شغالة في القطعية دي. أنا بتذكر أول سنة امتحنا من سادس 117 طالبة. نعم. ده في فصل واحد، يعني كانت على الترسي كده تقع لك في طفلة، الفصول مليانة. نعم. وطبعا الدولة ما يعني كما هو معتاد، يعني هي الإمكانيات الشحيحة. نعم. فكان اتحملنا نحن ومجالس الآباء تأهيل المدارس، وإنه نبني المدارس. الدولة بتجيب لنا الكتب، بتجيب لنا المقاعد، بتجيب لنا حتى الدفاتر والأقلام. نعم. زمان كانوا بيجيبوها. فيعني في فترة من الفترات يهو كان عندنا مدرسة فيها 3 فصول، دي كانت مدرسة صنقعة الابتدائية. أنا كان ساقوني فتحوا بي مدرسة في بيت، أجروا لهم بيت من ضغط ضغط الطلاب. فتحوا المدرسة في بيت في صنقعة، كان عندي فيه حوالي 58 طالبة لحد ما يأسسوا ليهم وكده. نعم. فبديت معاهم وماشيين كويس. جات المطرة والسور ده رجع، وماسورة مكسورة وما عارف شنو. أجست ليهم ومشيت المكتب وقالوا لي خلاص وديهن إجازة أسبوع، بعد أسبوع جينا برضو ما نفع. المهم في النهاية قاموا قالوا لي درسيهم في المسا في مدرسة صنقعت. بدينا ندرس السنة الأولى والسنة الثانية، العدد كبير جدا. نعم. القبول الجديد أكثر من 90 طالبة، فما كان في حل، عملنا لنا راكوبة. يا سلام. وقسمنا البنات، جزء يقرأ في الراكوبة وجزء في الفصل.
الاسبوع الجاي ناس الفصل يجوا الراكوبه، ناس الراكوبه يمشوا الفصل. يعني شفت والراكوبه دي الدراسه فيها متعبات وبكتير ورقه الاطفال والسبوره كرروا حاجه صعبه. نعم. ففي البنات اللي جبناهم ديل لقيت في طالبه اسمها جوليا محمد عثمان وردي. جيت سالت المعلمات قلت لهم بدي يا ربيبه وردي الفنان. قالوا لي يا اي. قلت لهم انا حمشي له، امشي له في البيت. رفضوا، قالوا لي ده زول مفتري وزول ما ولا حيستقبلك. طبعا الناس يعني احنا عندنا عاده سيئه بالمناسبه، بنحكم على الناس بالسمع. فبس مشينا له في البيت مع اي استاذه اسمها اسيا بشير، استقبلنا يعني بكل تواضع وحكينا له القصه وقال لنا خلاص انا بجيكم في المدرسه يوم السبت. يا سلام. جلقانا اخذت اللي بنته في الراكوبه طبعا عشان اشوف المنظر كويس. فجا شاف وقال لي انتوا بتقترحوا شنو؟ قلت له تعمل لنا حفله في نادي ترهاغه. نادي ترهاغه ده في الكلاكله. قال لي انا اعمل لكم حفله في نادي ترهاغه، انا بعمل لكم حفله في قاعه الصداقه. يا سلام. قلت له احنا عندنا امكانيه وبعدين من الكلاكله دي منو حيمشي القاعه يعني؟ قال لي انتم ما عليكم وما مسؤولين من اي حاجه، انا بس بجيب لكم تذاكر هنا وزعوا اللي تقدروا عليها. يا سلام. انا مسؤول من الحفله دي من والى وحقي انا ما داير، بس بنطلع اجره القاعه واجره العازفين والباقي نبني لكم بالمدرسه. انت عارفه بنى لنا 4 فصول وكان السور جنب السوق وواطي كده، يعني حاب نتفرج في ناس السوق وناس السوق بيتفرجوا فينا. رفع لنا السور يا سلام. وظبط لنا المدرسه يا سلام. يعني هي دي الشخصيات اللي بيكون همها على البلد وتقدر تساعد البلد. طبعا نحن استاذ شامل للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، لكن نحن حنختم حلقتنا عشان نكمل بها ان شاء الله. الحلقه الجايه حنتكلم فيها عن توثيق لرواياتك المكتوبه وايضا المطبوعه. نحن شاكرين لك جدا استاذه شامه، والشكر كمان لكم أيضا مشاهدينا، وشكر للكاست العامل على حلقة اليوم. في الإخراج هشام يوسف وأحمد نجمة، وفي الإعداد هويدا توم، وفي التصوير ناصر لانكي، ومهندس الصوت محمد حسبو، وفي المونتاج عز الدين سعدابي، وفي الجرافيك محمد عصام، وفي البث أحمد الرئيس ومصعب فؤاد، وفي التحرير محمد طه. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله نتلاقى بكرة في حلقة جديدة. كونوا بخير وبصحة وبعافية، في أمان الله.